انكشف فيها الحجاب تجمدت ابتسامته. أمامه لم تكن عروسه الشابة الجميلة، بل امرأة مسنة قبيحة، وهي والدة العروس بالتبني. اتضح أن هذه المرأة قبل 15 عاما تبنت فتاة صغيرة من دار الأيتام، ومن ذلك اليوم بدأت خطة دقيقة وشريرة. كانت تستحم الفتاة بالحليب يوميا وتجبرها على النوم عند الغروب، وتسيطر بدقة على نظامها الغذائي، وكل ذلك لم يكن بدافع الحب، بل لتنمية وجه وجسم مثالي لاستخدامها مستقبلا. عندما بلغت الفتاة 20 عاما، أخبرت والدتها بتبني بحماس أن مليارديرا تقدم لخطبتها، لكنها لم تتوقع أن تضطر والدتها إلى إجبارها على ابتلاع دودة قادرة على تبادل الوجوه. كانت والدتها تريد سرقة جسدها لتتخذ مكانها كزوجة للملياردير. عندها فقط أدركت الفتاة أن والدتها قد ربتها طوال هذه السنوات فقط من أجل نفسها. كانت الفتاة تعتقد أنها وجدت حب الأم أخيرا. أرادت أن ترفض وتخبر والدتها بأن الدودة لها آثار جانبية، لكن والدتها صفعها بعنف وهددتها بعدم المقاومة. خلال صراعهم مزقت الفتاة قلادة من اليشم كانت والدتها ترتديها دائما. تجمدت، فقد كانت تخص أختها التي اختفت منذ سنوات. عرفت الفتاة حينها أن أختها قد ماتت أيضا على يد والدتها. مع ذلك تحطمت آخر قطعة من مشاعرها تجاه الأم تماما. فكرت: إذا كنت تريدين هذا الوجه فسأعطيك إياه. استدعت الفتاة دودة خاصة بها، وابتلعت الدودتان معا في نفس اللحظة. في الثانية التالية صرخت والدتها من الألم وتلوت على الأرض. وبينما تحركت الديدان داخل أجسادهما حدث ما كان مستحيلا. بدأت ملامحهما تتغير، وسرعان ما أصبح جسد الأم مثل جسد الفتاة. عندما نظرت الأم إلى وجه الشابة في المرآة ضحكت بجنون، لكنها لم تدرك أنها وقعت في فخ الفتاة. كانت تخطط للسكوت عن الفتاة لتأمين نفسها، لكن في اللحظة الحرجة ظهر خطيب الفتاة. حاولت الفتاة انستنكتيفلي طلب المساعدة، لكن صوت والدتها المسن خرج فقط. حذرته الأم على الفور من التحدث، واضطرت الفتاة إلى الصمت. شعر الرجل أن شيئا ما ليس على ما يرام. هذه لم تكن الفتاة التي يعرفها، ونظرة الأم كانت مألوفة بشكل غريب. لكن الأم سرعان ما قاطعت الرجل. بعد 7 أيام أقيم الزواج كما هو مقرر. ارتدت الأم بفخر فستان الزفاف، بينما غطت الفتاة وجهها بالحجاب وانتظرت في الظلام انتقامها، لأن قوة الدودة كانت تستمر 7 أيام فقط. عندما صعدت الأم إلى المسرح بوجه الفتاة، لاحظ أحدهم أن شعرها بدأ يتحول إلى الأبيض. وعندما وضع الخاتم شعر العريس بخشونة يدها. فجأة أمام أعين الجميع اختفت سحر الدودة بالكامل، وانهار وجه الأم على الفور وعاد إلى شكله القبيح الأصلي. وهنا بدأ الانتقام الحقيقي.